تفضل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى بحضور ورعاية لقاء منتسبي الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى، وذلك بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى وكافة منتسبي الأمانة العامة. وخلال اللقاء ألقى سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى كلمة استعرض خلالها أبرز ما تم إنجازه خلال عام 2025 وما تحقق من تطور في آليات العمل وتعزيز مستوى التنسيق والجاهزية المؤسسية بما يرقى لمتطلبات المرحلة المقبلة ويواكب التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، والتي تؤكد أن الأمن الوطني يمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية ومسؤولية مشتركة تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية، مشيدا بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وشدد سمو الشيخ ناصر بن حمد على أهمية الدور الذي تطلع به الأمانة العامة في ترسيخ دعائم منظومة الأمن الوطني، موضحا أن المسؤولية الوطنية تقضي الاستمرار في تسخير كافة الإمكانات والوسائل لمواكبة التحديات والمتغيرات بما يضمن استدامة المكتسبات الوطنية، مشيدا سموه بما أظهره منتسبو الأمانة العامة من التزام ومهنية عالية، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والبناء على ما تحقق من منجزات بما يترجم الرؤى الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار لمملكة البحرين.